سلام ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحه وعافيه. ديما معكم الياس من قناتنا الياس برو. اذا ما كنتم مشترك في القناه اتفضل اعمل لنا اشتراك، فعل لنا زر الجرس ليصلك كل الجديد. فيديو اليوم راح نتكلم لكم على اسعار هواتف الريدمي في الجزائر، يعني بعد ما يفتحوا المطارات ان شاء الله، بعد ما ترجع الامور مثل ما كانت ان شاء الله، ما يظهرش فيروس جديد. شفت في الاخبار انه راه كاين سلاله جديده ولا مباليش حاجه كما هكا. ان شاء الله راح تكون الامور بخير وترجع الامور مثل ما كانت ويفتحوا لنا المطارات وترجع الاسعار مثل ما كانت. اليوم راح نذكر لكم الهواتف بعد ما يفتحوا المطارات. نروحوا بلا ما نطولوا عليكم ونشوفوا الهواتف انت وانا. عندنا ريدمي 8 في سعة 232. السعر نتاعو الان راه 2,600، ولكن بعد ما يفتحوا المطارات راح يكون السعر نتاعو 2,300. اما ريدمي 9 يعني معشوق الجزائريين في سعة 464 راهو الان بسعر 3,400,000، اما سعره الحقيقي 2,800,000. ريدمي نوت 8 في سعة 464 راهو سعره الآن 3,500,000، أما سعره الحقيقي بعد ما يفتحوا المطارات 2,800,000. أما ريدمي نوت 9 في سعة 364 راهو بسعر 3,900,000 وسعره الحقيقي 3,350,000. وريدمي نوت 9 اس في سعة 628 يعني الان راه السعر نتاعو 4,300,000، وبعد ما يفتحوا المطارات راح يكون بسعر 4 ملايين. ريدمي نوت 8 برو في سعة 664 راهو الان بسعر 4,300,000، وبعد ما يفتحوا المطارات راح يكون بسعر 4 ملايين. اما ريدمي نوت 9 برو في سعة 628 راهو بسعر 4,750,000، اما بعد ما يفتحوا المطارات راح يكون بسعر 4,350,000. اما بوكو اكس 3 ان اف اس راح يكون بسعر في سعة 628. الان راح يدير 4,900,000، اما بعد ما يفتحوا المطارات راح يكون بسعر 4,300,000. يعني كانوا هادو هما هواتف تاع اليوم اللي ذكرناها لكم. يعني كاين العديد والعديد من هواتف ريدمي عفوا، لكن انا جبت لكم فقط الهواتف اللي راها الناس يستخدموها بزاف، اللي راهي عندها يعني شعبيه بزاف والناس راهم يستعملوهم بزاف. يعني ما جبت لكمش كامل الهواتف، جبت لكم الهواتف اللي راهي تتمشى في السوق والناس اللي راهي تحتاجها. كانوا هادو هما الهواتف نتاعنا تاع اليوم. اذا عجبك الفيديو ما تنساش في الاخير الاشتراك في القناة اذا ما كنت مشترك، وفعلنا زر الجرس وعملنا لايك وزيدنا كومنت. نتلاقى في فيديو خاوتي ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.